عمرك فكرت ان فردة الكاوتش اللي شايلاك على الطريق وبتحمي حياتك بتتكون من اكتر من 200 مكون؟ 200 مكون عشان تديك الامان والمرونة على الطريق. فردة الكاوتش البداية مش لونها اسود خالص، لونها بيكون ابيض لانها بتتجمع من اشجار موجودة في المناطق الاستوائية فقط. الاشجار دي بيستخرجوا منها مادة اسمها اللاتكس، والمادة دي بالظبط تشبه اللبن اللون الكريمي الفاتح. بتتحول ازاي للون الاسود؟ كمل الفيديو للاخر هتعرف حاجات عن الكاوتش اول مره تسمع عنها مع عماد جاد للاطارات. طبعا زرنا مصانع كتير وشفنا التصنيع بعينينا وبنحكي لك عنه من واقع التجربه، ودخلنا المكسرات شفنا الكاوتش من اول مرحله لاخر مرحله، وايه اللي بيفرق مصنع قوي من مصنع ضعيف. اهم مرحله بيدخل فيها الكاوتش عشان ندخل في قوه الكاوتش ومرونه المطاط وقوته هي اضافه المطاط الصناعي. المطاط الطبيعي لوحده مش كفايه لانه ما بيديش التماسك وكل القوه على الطريق، بيتم اضافه المطاط الصناعي. والمطاط الصناعي بيكون عباره عن كربون اسود مضاف اليه كبريت مضاف اليه مواد زيتيه اخرى. كل المواد دي بتتجمع مع بعضها، بتتحط في مكسرات تحت ضغط وحراره. الضغط والحراره العاليين دول بيخلوا المواد الكيميائيه والمواصفات والخصائص الكيميائيه والذريه بتاعه المكونات بتاعه الطبيعي والصناعي ترتبط ببعضها. نيجي للتركيب الهندسي للاطار، لان الكاوتش مش مجرد مطاط، الكاوتش تركيب هندسي معقد جدا. على سبيل المثال الطبقه الداخليه اللي في الكاوتش دي اللي بتغنيك عن وجود الشامبر او الكمر زي ما بنسميه. النهارده الكاوتش التيوبلس وظيفه الطبقه الداخليه ان هي بتعوض الكمر ده، وهي عباره عن طبقه طبعا مواصفاتها الكيميائيه مختلفه عن الطبقه اللي بتيجي بعدها مباشره، الا وهي طبقه النسيج. طبقه النسيج عباره عن الياف من البوليستر والنيلون اللي بتدي التماسك والمرونه في نفس الوقت للكاوتش عشان التماسك يفضل موجود معاك وفردة الكاوتش ما تنفجرش. نيجي بعد كده لشبكة الأسلاك الفولاذية، ودي بتكون عبارة عن شبكة من الأسلاك الصلب القوي جدا الرفيعة اللي بتدي التماسك بتاع العجلة وبتخليها عندها القدرة لتحمل الأوزان والتماسك، وإن الكاوتش ما يحصلوش ثقوب بسهولة أو يحصل له يدخل فيه مسامير بسهولة في طبقة المداس اللي دايما لامسة الطريق وبيخلي العجلة تتحمل الأوزان والحرارة العالية. أسلاك الطوق وهي عبارة عن مجموعة من الأحبال الفولاذية القوية جدا اللي بتتركب في شفة العجلة أو ناحية شفة الجنط، ودي اللي بتحكم الهواء أو بتحكم الكاوتش إن هو ما يهربش من الجنط بتاع العربية بتاعتك وبيمنع تسرب الهواء للخارج. ونيجي لأهم مرحلة وهي مرحلة التشكيل والطبخ. خلاص عرفنا المطاط الطبيعي والمطاط الصناعي، عملنا الطبقات الداخلية والخارجية، عملنا الطوق، جهزنا كل الطبقات دي. بتدخل كل الطبقات دي على روبوت أو جهاز بيتكون من اسطوانه ضخمه كده بيتكون عليها الاطار، بيتجمع طبقه ورا طبقه بالمليمتر، كل حاجه مدروسه هندسيا. طبقه الداخليه فوقيها طبقه فوقيها طبقه، بيجيب الطوق في الجنبين، الكاوتش او المطاط في الجنب عشان يقفل عليه باحكام ويمنع تسرب الهواء. كل المكونات دي اتجمعت وادت المكون او الشكل الاولي لفردة الكاوتش. خلاص هي واخده شكل الاطار ولكن مفيش نقشه مطبوعه عليها، مفيش نقشه محفوره عليها، لسه فاضل مرحله الكوكينج او الطبخ. طب المرحله اللي احنا فيها اللي احنا وصلنا لها او الشكل الاولي بتاع فردة الكاوتش ده المسمى العلمي جرين تاير. جرين تاير باسمها كده يعني الاطار الاخضر. اخضر يعني لسه ما استواش، يعني داخل على مرحله الطبخ او الكوكينج، ودي اهم مرحله، ودي بتكون غالبا بيتخزن قبلها الاطار كجرين تاير 3 ايام عشان التفاعلات الكيميائيه تستقر. بيدخل على بعد كده مرحله التسويه او الطبخ. الفرن اللي بيدخل فيه الاطار اسطوانه كبيره جدا، بياخد الاطار فيها الشكل بتاعه بيتنفخ، بيدخل تحت ضغط في مكبس حراره عاليه جدا، ضغط عالي جدا مدروس على حسب مواصفات الاطار المطلوبه. وتحت الضغط والحراره العاليين دول التفاعلات الكيميائيه بسبب الكبريت بتخلي الروابط الكيميائيه بين مكونات الكاوتش الطبيعي والصناعي المواد الزيتيه اللي متضافه كلها بترتبط بروابط قويه جدا جدا بينها وبين بعضها. في نفس الوقت المكبس مع السخونيه وارتفاع الحراره بيطبع النقشه على جناب الاطار. بيطلع الكاوتش. هل هو كده جاهز يمشي معاك على الطريق؟ لا، لسه في اهم مرحله في المصانع القويه بتهتم بيها جدا جدا، هي مرحله الاختبار واختبارات الجوده. على حسب المصنع متطور او لا، جهاز ليزر اكس راي بيتم فحص الاطار، التخانه، الاتزان، هل في مشاكل في الشبكات الداخليه بتاعه السلك، هل في مشاكل في الطبقات الداخليه، هل في فقاعات هواء، هل في مشاكل في الاسلاك بتاعه السلك او الطوق او النسيج نفسه مش مرتبط ببعضه. خلاص الكاوتش عدى من الاختبار، جاهز ينطلق على الطريق، ياخد الباركود بتاعه
ويسافر يروح كل بلاد العالم وجاهز ينطلق بيك لأي مكان على الطريق. مع عماد جاد، كل يوم سر من أسرار الكاوتش وأسرار عربيتك معانا احنا بس. وما تنساش أفضل جودة وأفضل سعر هتلاقيها في كل فرع. السلام عليكم.